اهلا البنات، وش رايكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، تكونوا بخير. الف مبروك لاصحاب البوام اللي تحصلوا على شهاده التعليم المتوسط. وجميع واحد كان راسب هذا العام نقول له معليش يا غير دو غراف، العقوبه العام الجاي ان شاء الله ما عليكم، برك تزيروا روحكم تداركوا نقاط الضعف تاعكم وتصحوها، والعقوبه ان شاء الله لاصحاب الباك. اليوم جيت نقدم لكم مرق الشخشوخه على اصوله، يعني الشخشوخه البسكريه. نحتاجوا اللحم ولا دجاج على حسب واش كان متوفر عندك بالمنزل، ولكن اكيد باللحم تجي حاجه واحده اخرى. نسحقوا كميه مليحه تاع البصل، عندي فلفل اخضر. انا بالنسبه لهاد المقادير راني حندير يعني كونتيتي صغيره ماشي كونتيتي كبيره. نسحقوا البطاطا اللي نكونوا قطعناها دوائر وتكون خشينه نوعا ما. البطاطا نديروا دائما 3 حبات متوسطين، يعني ما الا ضاعفتوا المقادير ديروا غير 3 حبات برك باش تلبي لكم شويه، يعني تختل لكم شويه المرق. تسحقوا راس الحانوت وهو ايبيس اساسي، وتسحقوا الفلفل عكري الحلو والحار. عندنا هنا الغرس هو سر بنة المرق تاع الشخشوخه البسكريه. هنا في الجي عوضوها بملعقه صغيره من السكر، هي اللي تعطي هذيك تكسر هذيك الحموضيه تاع الطوماطيش. تسحقوا تاني حبه زروديه. بالنسبه للزروديه هذه اختياريه، كي تكون المرقه يعني خفيفه وما تجيكمش خاطره، سورتو المرقه اللي طيب بالدجاج راهي تجي خفيفه، راح ترموا لها هذيك الحبه تاع زروديه، فقط حبه واحده خلوها كيما راهي صحيحه. كي طيب لكم المرقه وكامل تروحوا تعبزوها بلا فوخشات ولا بكاش حاجه وتطلقوها في المرقه باش تختلها لكم. من المرقه اللي طيب باللحم راح تجي يعني خاطره على المرقه اللي طيب بالدجاج، يعني تقدروا تستغناو على هذيك الحبه تاع زروديه. ميم هذيك زروديه هي اللي تعطيكم هذيك الحلاوه نوعا ما وتخفف لكم لاسيديتي تاع لا طوماط. فوالا هنا كنت رحيت البصله تاعي، بصح ما ترحوهاش وين تولي كيما نقولوا حنامه، ولا تقدروا تقطعوها قطع صغيره. هي الا قطعتوها بالسكين خير وخير. تقدروا ثاني ترابيوها، سينو ديروها في الاشواق مي ماشي تترحى، ديروها شغل تتقطع تقطيع رقيق فقط. هنا جبت لاكوكوط تاعي، حطيت شرائح ولا القطع تاع اللحم كما قلت لكم، تقدروا ديروها تاني بالدجاج تاني تجي بنينه. بروفيتيو مادام العيد وكامل ديروها باللحم، باسكو المرقه تاع اللحم لا يعلى عليها. درنا هنايا القطعه تاع اللحم تاعي ورحت كبيت لها لا كونتيتي تاع البصل. الشخشوخه يعني اساسها البصل، تحب البصل قد ما ضاعفتوا الكميه تاع الشخشوخه ضاعفوا الكميه تاع البصل. الشخشوخه تركب على البصل، هذه اساسيه. شوفوا التوابل، حبيت نوري لكم قدامكم. ديروا ملعقه تاع اكل كبيره راس الحانوت وتاع الفلفل العكري، ملعقه تاع اكل كبيره. وتاني تحب طماطم المصبره. هنايا في العراس كي يكونوا يحضروا في الشخشوخه هاد لا مارينا تاع البصل وتاع التوابل وتاع الطماطم المصبره يديروها في اللحم، من بعد يخلطوها ويخلوها يعني التمارينه حتى ليله كامله. هادي نحكي لكم على تاع العراس ماشي اليوميه كيما راني نديرها انا. يعني يديروها هكا، يزيدوا يديروا لها الملح، يزيدوا يديروا لها الزيت ويخلطوها ويخلوها يعني هذاك اللحم هذاك يشرب هذيك لا ماريناد، يجي بنين وبنين وبنين. سينو كيما راكم تشوفوا معايا، بعد ما حطيت الكميه تاع البصل كيما كنت قلت لكم، اذا ضاعفتوا الكميه تاع المرق اكيد راح تزيدوا الكميه تاع البصل. فوالا الطماطم المصبره تاني قد ما تكون نوعيه جيده قد ما يكون مليح. هنا راني نضيف الملح باش يعني اللحم تاعي يتبل ويجي بنين. خلط مليح هكا بالملعقه، من بعد نروح نحطها تتقلى. يعني هذه المرقه تاع الشخشوخه على اصولها، يعني المرقه البسكريه اللي نديروها. مع العلم انه الشخشوخه تاع الاعراس ما يديرولهاش البطاطا باش نتفاهموا، لانه اكيد في العرس راح تكون لا كونتيتي تاع اللحم ولا تاع الدجاج يعني كبيره في الاعراس، الوغ يستغنوا على البطاطا تجي غير هكذا لا صوص بالبروتين وتجي تاني بزاف رائعه. سورتو كي يديروا لها لا مارينات كيما قلت لكم ويبيتوها بهذوك العقاقر ويخلوا هذاك اللحم يشرب، يعني تجي اروع ما يكون. هنا كي بديت حطيتها تتقلى اعطوا لها وقتها في التقليه، يعني خلوها تتقلى. يعني قعدت نقلي فيها حوالي ربع ساعه وانا نقلي. من بعد ضفت لها هذيك الحبات تاع الجزر، يعني هذه اختياري استوس برك حبيت نعطيها لكم على بالنا بلي المرقه تاع الدجاج تجي اخف من المرقه تاع اللحم. الوغ نهار اللي ديروها بالدجاج ديروا لها هذه الحبه تاع زروديه. انا رميتها هنايا ما طيبتها باللحم، ولكن اللي فات كنت نقيتها وكامل باش نشاركها معكم، دونك باش ما تروحليش خساره يعني درت
زدتها في المرق راح تعطي تاني نكهه. فوالا يعني هاد الشخشوخه البسكريه لا يعلى عليها، يعني ذقت بزاف شخشوخات ولكن تاع بسكره هي لا ميور. مع العلم انا عندي اصول بسكريه، الوغ تربيت على الشخشوخه البسكريه وكنت نطلع ونهبط البسكره، دونك ذقت بزاف يعني شخاشخ وراني رافده بيان لا باز تاع الشخشوخه البسكريه، وجيت نعطيها لكم بكل تفاصيلها وبكل الاسرار تاعها. فوالا هنايا بعد ما كنت مرقت توجور الماكله باش تجيكم بنينه، كي تروحوا مرقوا دائما بالماء يكون سخون، ما تروحوش تمرقوا بالماء يكون دافي. من بعد رحت حطيت الكميه تاع الغرس تاعي. انا الغرس تاعي كنت نقيته مليح وكنت يعني صفيته بيان. اللي عندها الغرس تاعها ماشي منقي مليح نقول لك حليه بشويه ما سخون وجوزيه في المصفات قبل ما تحطيه في المرق. انا هنا حللته بشويه لاصوص تاع الشخشوخه تاعي، لانه الغرس تاعي كنت انا عجنته بيدي وجوزته يعني على الرحيوه من قبل. فوالا يعني نقيت له كامل التخش تاعو. سينو اللي ما نقاتوش كيما قلت لكم جوزوه على مصفات بالاستعانه بالماء يكون سخون ولا بلا صوص. هنا ضفت كميه تاع البطاطا اللي كنت قطعتها دوائر بعد ما رفدت لي المرقه هذيك الغليه، ورحت ضفت قرن تاع حار. انا زوجي ما يحبش الحار بزاف، مي ما نقدرش ندير الشخشوخه بلا ما نمسكها يعني بالحار. على كل حال ما كانش حار بزاف، اكتفيت براس واحد. اللي تحب الحار تقدر تزيد فيريفيوها الا كانت مخصوصه طماطم مصبره، انا كنت زدت لها ملعقه كبيره. من بعد غلقت عليها وخليت الكل يطيب مع بعض. اي فوالا وفي الاخير هذا هو الشكل النهائي تاع الشخشوخه تاعي. يعني الورق تاع الشخشوخه كان واجد، يعني ما شاركتوش معكم، انا اليوم جيت نشارك معكم المرق تاع الشخشوخه، لانه الورق تاع الشخشوخه تقدروا حتى تشريوه، يعني كاين بزاف ناس راهي تبيع فيه يعني حاجه نقيه حاجه بخوب. سينو نشارك معكم باذن الله كاش نهار الورق تاع الفطر ولا الورق تاع الشخشوخه. اليوم بازينا على لاصوص وعلى المرق. شوفوا كيفاش جات هذيك المرقه، جات هايله جات خاطره. زيناها كيما راكم تشوفوا بالزبيب، حنا نحبوا نديروا زبيب ديكوراسيون. زيناها بالبيض مغلي بالبطاطا كيما راكم تشاهدوا، شهيتكم في الجنه ان شاء الله. هنا جيت نوري لكم هذيك المرقه كيفاش جات، يعني خاطره جات بنينه جات تهبل. نتمنى انكم تجربوها. كيما سبق لي وقلت لكم كاين بزاف ناس اللي يعرفوا يعني يديروا الفطير، ولكن المرقات تلقايهم حايرين ما يعرفوش. انا جيت عطيت لكم المرق بكل اسرار تاعو، يعني حتى اللي ماهيش متمكنه من الشخشوخه راح تولي ديرها اروع ما يكون بالدجاج ولا باللحم. كاين اللي ميكس يدير لحم ودجاج راح تجي بزاف بنينه. هذه هي كاين اللي يدير لها الخضره، ولكن انا اليوم عطيتها لكم على اصولها، يعني الشخشوخه البسكريه هكذا تجي لا زياده ولا نقصان. فوالا هذا هو الشكل النهائي للطبق. نتمنى انه عجبكم. ما تنسوش تخلوا لي تعليقاتكم، ديروا لي جيم وديروا لي ابوني للقناه، دعموني باش نواصل نشارك معكم الفيديوهات. ما تنسوش انكم تجربوها وتعطوا لي رايكم في لي كومونتير. في الاخير لحقنا نهايه هذا الفيديو. الى فيديو قادم، الى الملتقى. نخليكم مع هذه الصور الجميله والى اللقاء.